بسم الله الرحمن الرحيم. نلتقي مع أحد الشعراء المشهورين في مدينة الأحساء، وناصر جمعة الضاحي، وهو جمعة حسين الضاحي. جمعة حسين الضاحي. نعم. عليكم. شاعر قديم ومعروف ومشهور في منطقة الأحساء، وغنوا مطربين كثر من شعره الجميل. نسألك يا عم أبو ناصر، عشت انت فترة في البحرين. نعم. وانت امتهن الشعر الشعبي، نبي تعطينا بعض من ذكرياتك في البحرين ومن اللي اشتغلت معاهم اعطيتهم كلمات. في البحرين انا اشتغلت في الخياطة، خيط المشالح والبشوت. عرفت؟ اشتغلت للسيد عبد الله في البحرين، واشتغلت يا طول العمر الحق عبد الله ابراهيم بوحليجة، واشتغلت للخواجة، واشتغلت المعتوق بكل. اشتغلت معاهم كلهم يعني اشتغلت لهم بشوت، خيط بشوت، اروح اخذ دروج درج يعني طول بالمزي يشقون من 3 4 5 سنوات الساعة قطع كذا، يعطوني اياها وانا افصلها واخيطها واوديها. طيب، من المطربين اللي في البحرين اللي غنوا من قصايدك؟ ما غير بن هزيم بن هزيم والرفاعي زماني بس كان، واللي اقعد معاهم قعدت مع عبد الله بقوة طبعا من الحسن، قعدت مع يوسف فوني، قعدت مع عبد الله احمد، قعدت يا طول العمر مع واحد حسيني قال له شحيمي ما شاء الله، توفى فنان، عرفت من سنين. قعدت مع علي بن هزيم، قعدت مع عدة فنانين ومطربين، إلا يا طول العمر اللي هو ضاحي بن فارس ما لحق. زين. كم سنة ظليت في البحرين؟ والله أنا كثير ظليت في البحرين. البحرين كان أول هي أم الفقير مو باليوم. نعم. كان أول البحرين يجيك يا طول العمر أشهر مطعم معروف في البحرين، معروف مطعم مندلي. مندلي هذا إذا يجي وقت عند غروب الشمس ولا تجي تحضر عود، بس ما تشوف إلا الجدور يغسلون. يعني حد إلى المغرب. أي من الحساوية اللي يعني طول العمر. في المنام. في المنام. المنام. عندك طول العمر صحن هذا قد برياني وهذا ربع. ما شاء الله. وفي طول العمر وصلت سمك هذه قد يا شعري يا كم، وصالونة سمك ومعها خبزتين بكم بربية وانتين، يعني ربية وربية. اليوم 100 ما تكفي. أكيد الأوضاع تغيرت. عرفت؟ يجيبون ذيك الحين في المطعم اللي في الحساوية في براحة الجامع، تتجمع فيه الحساوية، هذا يجيب لك صحن قيمة بازاليا وخضرة، وذي معروفة يا طول العمر، ويجيب لك قلاص حليب، هذا قد وسع القلاص وهذا طوله، وخبزتين من هالرغيف الخبز اللي على كيفك. عرفت؟ نعم. كم بربي وانت ب12 انا ربي لا اليوم لا تغير. اكيد تغير. بعد انا قعدت سنين يعني، في اوقات اقعد لي بالسنه ما اجي الحسن. ما شاء الله. بعد السنه اجي يوم يعني ولا يومين ولا 3 ايام اذا طالت وابشر ارجع البحر. الله يعطيك العافيه. عرفت؟ وبعض الاوقات لا اخذ 6 شهور وانزل 6 4 5 وانزل. هذا شغلاتي بالبحر. زين يا ابو ناصر. زين. عندك طول العمر في سوريا. سوريا انا ظليت فيها تقريبا يجي 3 سنين. من بعد خياطة بشوت. عرفت؟ والكويت كنت فيها. هذا طريقاتي يعني مع سوريا والكويت والبحرين. زين. عيسى غنى من قصايدك كثير. نعم. عيسى بن علي الله يرحمه. الله يرحمه. وين التسجيلات صارت؟ هل تسجيلات في اي استوديو يعني؟ استوديو اللي انا اعطيته الاغاني ذي عيسى الله يرحمه، في التسجيل عنده شو اسمه الاخ ابو يوسف المرحوم، اخوه صالح ابوه. صالح.
اي هو التسجيلات مصوبة. صالح القطيف. القطيفي نعم بيوسف. الله يرحمه. الله يرحمه. ونفس الشيء هو استديو بوسام، نفس الشيء كان يسمى استديو بوسام. زين هو ايش كان في اول اللي هو السنة عند استديو فون، اي وعندك استديو مال العبندي، وعندك ما ادري مال ايش وذي الحبيصي. سجلت يعني عندهم. هذا من كلماتي انا اللي سجلوا انجز ذيلي، انا ما التفيتهم. تسجيلات بوسام يكون من التف انا مع الاخ صالح الله يرحمه بس. حتى اذا رحت هناك الشارع هذا يشوف يوسف مالك بدكاكين ولا شيء قاعد الله يسلمك. زين ابو ناصر، نبيك تعطينا نبذه عن بدايه عيسى بن علي، بداياته يعني قصة حياته. اي حياته كذا وكيف غنى وكيف اشتغل. قصة حياة عيسى الله يسلم كان أول ما حد تظاهر حد يطلع في الأعراس نعم. في الفن هنا إلا أنا أطلع. انت اول من ظهرت. اي بعدة يعني شعبية وكذا وكذا. قبل عيسى وقبل مطلق دخيل وقبل كل شيء اللي عرفت. فيا طول العمر قصة هو عيسى الله يرحمه كان أول طفل وجاهل يعني صغير بس ذكي الولد ما شاء الله. ذكي يحافظ بسرعة. ذكي مشهور. جي طول العمر يجينا لاجينا احنا في الأعراس، ولا رحنا أم الخيس، ولا رحنا باب الهوى، ولا رحنا ناخذ العيسى، ولا في الخير يعني نحب الأعراس. يلوحقنا هو ويشتغل على دار ويلوحقنا يا طول العمر. ولا قام يلاحقنا عنده معلق الله يرحمه قلم مال زيت ولا مال عشان في حلجب حبل، ويجي يقعد يتوسط هم قال علموني يا روس. الله يرحمه. كان هاوي الفن من صغره. حيل هاوي. وشرع المدير ما يتعدى منه. شرع المدير مشهور. اي فيا طول العمر الى من نجي قاموا علموني اروس وعلموني ذاك وعلموني ذي، ولا دقوا لي صوت بقوم العب. ويروس بالقلان يعني. اي قلن. اي خوش. ويقول دقوا لي صوت بقوم العب يعني على الصوت. ما شاء الله. ندق له. بعدين يا طول العمر قام سوى له سمسميه. نعم. السمسميه ام الاسيان معروف. وقام يناقش فيها ويقعد الشوارع وبزران من شاكلين يحقونها يعني. والولد ذكي وحبوب هو. ما شاء الله متواضع. اي ومتعلق اول ما قام تعلق يا حامل البرتقاله محلاه وعلى شيء، ورايح وجاي على يا حامل البرتقاله. حب الاغنيه. اي وفي واحده بعد اغنيه ثانيه نسيت لها، عرفت كيف؟ جي بعدين قام السمسميه، رحت انا وياه عند الهبه الله يرحمه. نعم. عبد الرحمن الهبه. عرفت؟ ورحت وياه يسوي اعواد صغار. اعواد يسوي من هالبليوت، يخلط البليوت ويعرض ويطحن ويبيع فيهم على 40 50 على الطاق. رحنا اخذنا له عود ب60 ريال مسوي له وقعد ياكلش. انا عندي مجلس خياطه عندنا هنا محل الخر اللي كان حطه هو سوق التمر ذيك السنه انا، عرفت كيف؟ وعندي شقه مجلس خياطه فوق قدام عند المناجر عند المنجر. ويجي هو عندي ويجي ونقعد ننبط له ونقعد له ونقعد كذا وكذا وكذا. يتعلم على العود. قال الولد الهام العود لهام كأنه متعلم من ما شاء الله 100 سنة. متولد حيل حد النهار. وظل وقام ذا وقعدنا ذا وننبط وذاك وماشي. قل طلع يومنا في وقت النوايلين يا طول العمر، وقت النايلون والاسطوانه. اقول لك انا مخير انا وخليفه العبد الحي بس. وتالي اللي تعطونا الكلمه. اي تالي قام عاد في الاشرطه ذي وقام يشرح وقمت طاح مع الجنوبي وطاح مع القحطاني وطاح مع ذا. انا مخدر الكلمات عندي. تذكر اول كلمات اعطيتها؟ اول قصيده تذكرها ولا؟ والله اللي في النايلون ناسي انا قسم بالله. وعندي اوراق شققت مشاف ولدي ما ادري عنهم ولا اشوفهم ولا شيء.
عندها الحين أوراق ما حفظهم. صحيح. عندها كلمات عند علي ولدي إيه. ما حفظهم. عرفت إيه، كيف؟ الكلام ده من 50 سنة. إيه، أكثر. أكثر بعد. اللي أعطيته يا طول العمر هذا من هالتوالي اللي أنا قلت لك، وأعطيته تقريبا يجي 14 قصيدة أو 12 على أن يعني يلحنهم ويجهزون ولا حالة بالحق راح الرجال. الله يرحمه. هذه قصة، راح. هذه قصة راح حياته. وبقت ذكرى وانتم ما قصرتوا بعد. بعدين يا طول العمر أخوه حسين وولده علي، أخوه حسين مع ولده علي إيه. جاوني هنا ما عدة شعراء، وقال يوم اطلبوا من عندي قصة حياة عيسى قال أخو حسين هذا الصحيح، أما اللي قالوا في الإعلامات والتلفزيون عن أخوي ما هو صحيح يعني قصة حياته. والبعض قال هذا القصة، وحتى الأخ يوسف وهاني قال هذا القصة حياة عيسى. يعني عشت معه وأعرف كل شيء. كان أول هو جاهل يروح مع أبوه عندهم نخل في الفرع ذاك يسمونه الزريجات النخل، عارض كذا يخاف عليه بعده ويروح وياه ويجي وياه وش اسمه تقلد أقول لك مثل ما هذا. وبعدين طلع الرجال أن الولد ذكي حيل ذكي حيل ذكي. يقولون يعطونا تجي يمنا الحين كلمات تجي يمنا ويحفظ. كذا بس يقول للبيت كذا كذا خلاص انساه يعني حفظ السر. بصير ما انساه شاء الله. كل شيء. عندك سؤال؟ نسألك يا أبو ناصر عن القصايد اللي أعطيت عيسى لهذه الله يرحمه، فإذا تحفظ منها كم بيت أعطينا منها. الله يسلمك. اللي اعطيته انا عيسى كما قلنا مساء، اعطيته يا طول العمر في يوم الاثنين ودعني حبيبي وداع فراق وسلم علي. ودعته انا وشقيت جيبي وظل يبكي وهو ينظر الي. تبيه كامله ولا بس؟ يعني إذا عندك بيتين ثلاثة قلهم. على يوم مرسلي ودعتك الله على عند الحبيب بلغ سلامي يقول له عاتب في يوم لخبطت في يوم الاثنين ودعني حبيبي وداع فراق وسلم علي. ودعته انا وشقيت جيبي وظل يبكي وهو ينظر الي يعني ياخذ وعاط معه. فقلت له تروح تعذب قليبي. قال هذا الامر مو بدي يعني مجبور للسفر. نعم. ما هذا الامر ما هو بدي. ثم سارت وانا انحب نحيبي وافرك بكبدي على حر الوطيه. طعني حبك خلاني صويبي ملهوف ايمان تصل حمصيه. طعني حبك خلاني ملهوف كل صبح ومسيه وانت رايح هذه لاخرها. يعني قلت انا مسافر. هذا ذكرت لا بيض الراجل. الثانية طول العمر في شارع الفوارس صادفت الحبيب سلمت عليه وقال متى ما عرفت واندهش مني. يعني شلون تعرفني وانت تسأل؟ نعم. عرفت؟ في شارع الفوارس صادفت الحبيب سلمت عليه وقال متى المعرفة واندهش مني كني واحد غريب مرهوب أخذ جلاني مني خايفة. قلت ما اسمش؟ قالت أمرك عجيب تسألني اسمي وأنت عارفه. هذا يعني جميل. بعدين يا طول العمر على يوم مرسلي ودعتك الله على عند الحبيب بلغ سلامي وقل له عاتبه عني وقل له لماذا ما رجع منك الجوابي. حبك قد طرح في القلب حسرة وشق القلب من تحت الثياب. وهذه لا صح. وبعدين يا طول العمر حبيبي من جنوب شرق وشمالي حبيبي لو سكن بالفضلية وعقب الأول يجي يمي قبالي تبسم لي وضحك رد التحية. يعني حبيبي من جنوب شرق وشمال مو معروف هو شمال هو جنوب هو في العالم مو معروف. كل ذي اللي قلت حق عيسى كلها عطاه. وعطيته يا طول العمر اللي قلت لك انا مساء يقول جمعة يا زين لي ما تسير واشوف مد ليال القلب متخيل. عفتني يا بدر يا زين يا غالي تدري انا منزلي سكان في الرفعة صوب النخل يا بدر يا قلب. الله يعطيك. هذا عطيته. الله يعطيك. عرفت؟ وعطيته يا طول العمر اللي يقول جمعة طاح ليل نهار مرتاح طفل سباني راح بيتك صران طاح. عطيته يا طول العمر البارح في منامي شفت له مزين هرول سلب مهجتي قفة وخلاني القلب مني انتحل يا غصين البار ودواي عندك سهل ما ترحم بحالي. دوكنا يا غناتي والجسم منحول خليتني في غرام والحب وحداني.
وين ذاك العهد تنقلب وتخون، تنسى صديق يودك تتبع الثاني. أصل الهوى يا حبيبي ما يجي بجنون، ومن تولع بواحد ما عشق. صح هذا الأستاذ. نشكر الشيخ أبو ناصر جمع عبد الرحيم، يعطيك العافية. الله يعطيك. ومشكور انك اعطيتنا هالمعلومات القديمة عن رحم الله. الفنانين. يعطيك العافية.